ما بقولكش ان السفر وحش، هتعمل فلوس اكتر، بس مش بالضروره هتكبر، مش بالضروره هتتطور. ولو حصل اي مشكله زي مثلا ما احنا عارفين من كام سنه لما مثلا الخليج نزل ناس من بره، الناس دي اغلبها اتعذب. انت ضامن ان انت يبقى عندك، يعني انت لو معتمد على فلوس بس هي اللي تمشيك، ما فلوس ممكن في قفلت. معانا النهارده أسطورة تخطيط الأحمال والتأهيل الرياضي، صاحب أقوى تأثير في الوسط الأكاديمي على السوشيال ميديا، كابتن عبد الرحمن رفاعي. يا اهلا بيك إيه حبيبي. الأخبار يا كوتش؟ لا بيك، الله يبارك عامل فيك. إيه؟ كله بخير الحمد كله لله. تمام؟ عايزين نعرف بقى البداية جت آه. منين؟ والله البدايه يعني يمكن ارجع لك ورا شويه، يمكن من ثانويه عامه. جميل. انا ما كنت شخص عادي، ما كانش عندي اهداف قوي في حياتي، ما كنتش قوي شخص عارف هو عايز ايه من الدنيا. فيمكن جت ثانويه عامه، ساعتها خدت لقيت ان انا كنت ساعتها الحاجه الوحيده اللي عجباني، الحاجه الوحيده اللي ادتني حسيتني ان انا بعمل حاجه في حياتي، الحاجه الوحيده اللي حسيت ان انا منتمي ليها هي كانت الفتنس. كنت ساعتها 53 كيلو على نفس طولي ده تقريبا، اللي هو 180 سم. أوكي. فكنت ايه، هزيل شويتين، كنت بشرب سجاير، كنت في ثانويه عامه ما بذاكرش، كنت ضايع خالص يعني. فلما لقيت بقى يعني لقيت حاجه حسيتني ان انت ممكن تطور من نفسك، اتعلقت بيها جدا. قررت، ما كانش حتى في كليه عايز اخشها، فما كنتش بذاكر. أوكي. لما لقيت ان انا لا، الرياضه دي تصدق فرقت معايا نفسيا، بقيت احسن، عارف التزم، ما كانش عندي الكواليتيز بتاعت الشخص الرياضي دي. فساعتها قررت بقى، طب هو يا جماعه اللي عايز يكمل دراسه في الرياضه ده بيروح يدرس ايه؟ كان ساعتها قلت تربيه رياضيه. ما عنديش اي حد في العيله ولا اي حد تبعي ولا اصحابي ليه علاقه بالرياضه اساسا، تمام. ما كنتش عارف اي حاجه، داخل على الابيض خالص يعني. بس كنت بتتمرن ساعتها؟ كنت بتمرن عادي خالص، اللي هو 4 في 10 3 في 12. بتتمرن جيم ولا رياضة تانية؟ ولا اي حاجه. الرياضه دي كانت زمان، انا كنت مبطل، كنت لعبت رياضه تايكوندو 3 سنين، تمام. وبعدين بطلتها بقى واتجهت بقى ايه لطريق الانحدار. بقى أوكي. طريق الانحدار ده بقى اللي هو سجاير بقى وبتاع ومش عارف، مش بتاع اللي هو عشان الناس ما تفتكرش هو سجاير اخرها يعني، بس يعني المهم لا زالت حاجه سيئه يعني. أوكي. وكنت حتى مش فت بثلاث تعريفه يعني. انا فاكر ان الحاجات اللي خلتني ان انا اقول ايه اللي انا عامله في نفسي ده، ان انا كنت بهزر مع واحد صاحبي، فكنا بنجري ورا بعض، جريت وراه ممكن مثلا 20 30 متر، فضلت انهج ربع ساعه. يا نهار أبيض. فمن حد رياضي بقى بيلعب تايكوندو ماتشات بقى، انت عارف 3 دقائق دعك، لان هو مش عارف هولد مثلا 10 ثواني ولا حاجه. لا، ده كانت الحته اللي قالت لي لا، اطلع بقى من اللي انت فيه. دخلت تربيه رياضيه. اول سنه يعني كنت محظوظ قوي الحمد لله، ان انا اول ما تعرضت الكورسات، اتعرضت الكورس نظيف قوي اللي هو كان الكيو بي تي بتاع دكتور محمود فرج. جامد. لما تعرفت دكتور محمود فرج وبتاع، سبحان الله يعني، هو نور لي حاجات في دماغي كده. شفت الكاركتر بتاعت المدرب المفروض تبقى عامله ازاي، عينيه المفروض بتبص ازاي، يعني هي حته بروفيشنال قوي، مش بس اداني علم يعني. هو مش اداني خد دي اسمها بايسبس، دي اسمها ريديوس، دي اسمها قلنا خد اتكل على الله. كانت حته كاركتر ادالك بيلدينج. الكاركتر بالظبط. يعني اللي هو حسيت ان هو مدرب يعني ليه قيمه فعلا وليه عينين وبيقدر يعمل حاجات. فساعتها خدت بقى الشهاده دي. كان في شويه صغيرين، كان في انترفيوز في جيم اسمه ساينس جيم. بعد ما اشتغلت اول جيم اشتغلت فيه 3 شهور تقريبا، بعد كده خدت فيه برضه ده بعد ما اتخرجت؟ لا انا في سنه اولى، انا شغال من سنه اولى كليه الحمد لله. تمام. سنه اولى كليه يعتبر من الترم الاولاني يعني. انا خدت الكورس بعد ما دخلت الكليه بكام شهر. كان ساعتها حتى في البيت كان خاله مثلا شايف ان انا لا، المفروض تخش سباحه يا ابني، الناس كلها اي حد في تربيه رياضيه عارف ان هو ايه، انت عندك مثلا 3 توجهات ولا حاجه، يا اما تبقى مدرب رياضه، يا اما تبقى مدرب فتنس، يا اما تبقى في السباحه. حته بقى ان انت تشتغل في الكونديشننج والريهاب والكلام ده يعني مش ممكن. على لما انا كنت في سنه اولى كليه ما كانتش الحاجه الدرجه قوي يعني. اوكي. خدت اول جيم وعشان ده صعبه برضه يعتبر صعبه وما بتدرسش برضه يعني. دي بقى الحته اللي هي اللي بتخليني اعمل اللي انا بعمله، ان مفيش للاسف كتير ناس بتتكلم بالعربي عن اللي احنا فيه. مفيش ناس من ثقافتنا قوي بتشوفها تحس ان هو الراجل ده شبهي وبيتكلم عن العلوم دي. تمام. فمفيش قوي حاجه تريليت ليها، او حاجه اللي هو لا رول موديل ما، او حد تشوفه لا انا عايز ابقى زي الراجل ده. الراجل ده بيقول حاجات حلوه قوي. فكان كله بالانجلش، فمش هتلاقي ناس كتير قوي، لان برضو المصريين مش كل الناس بتتكلم انجلش حلو قوي، مش كل الناس يعني تمام. عندها الحته دي يعني. فصعب شويه ان الناس تبقى شغاله في الاحمال والتاهيل يعني. تمام. انا سيبك تكمل. يعني
اول اللي جيم هو اول جيم. اول جيم يعني يمكن دي كانت الخبره اللي هي اللي اغلب الناس اللي شغاله في المجال هتاخدها، اللي هو جيم كوميرشال، جيم تجاري. انت بتروح هناك مطلوب منك تارجت. انا كان عندي ساعتها 19 سنه. اوكي. انا كنت داخل بقى بقول لك اول كورس خدته وبتاع ومدرب وبيرسونا والعينين ومش عارف مين وبروفيشناليزم وما تلمسش حد وكده. خدت بقى دخلت على الجيم ده، خدت صدمه بقى حضاريه بنت لذينه. اللي هو الموضوع هناك كان زي جيمات كتير للاسف فلوس. هو مش فارق له اي حاجه غير حاجتين: محدش يجي لي بيشتكي منك وتدخلي فلوس كتير على قد ما تقدر. مفيش حاجه ثالثه، مفيش حاجه ثالثه مطلوبه يعني. فحتى لو انت كنت متارجت انت ممكن ما تجيش. يعني انت لو تارجت خلاص انت اوكي. هو المهم تدخل فلوس وتبقى الدنيا لذيذه محدش يشتكي منك. اوكي. اول شهر ده اللي هو اول جيم. ده اول جيم اشتغلت فيه. تمام. قعدت اول شهر، قعدت فيه 3 شهور بالظبط. اول شهر ده دخلت 0 جنيه، ما كنتش بعرف ابيع خالص وانا مش شخص اصلا البياع يعني. قعدت اول شهر ده بقى صدمه حضاريه، اللي هو انا ايه العالم ده، عارف اللي هو لما حاجه تفتح عينيك جامد قوي كده. فخدت الصدمه الحضاريه دي. تاني شهر فوت شويه الحمد لله، ومع الناس اللي هناك والواحد برضو بفضل الله كان يعني شويه عنده شويه نوليدج، فعرفت اجيب دبل التارجت بتاعي في تاني شهر. قعدت شويه هناك. ثالث شهر شكرا يا جماعه. ساعتها بقى التيرنينج بوينت بتاعي ان انا شغال بيرسونال ترينر وابتدي اشتغل بقى في الاحمال والتاهيل. في اخر ال3 شهور دول كنت ماشي على كيتو دايت. الناس اللي عارفه كيتو دايت ما فيهوش اي مشاكل عامه يعني. هو او ليه مشاكل بس مش دي اللقطه يعني. اللي انا عملته هو اللي كان غلط. دخلت في كيتو دايت فتره عشان اجرب. كنت بوصف للناس بتاعتي الكيتو دايت. كنت مهتم بالنيوتريشن قوي ساعتها، فقلت اجربه عشان ما ابقاش ماشي حد على حاجه انا ما جربتهاش. جربته، الدنيا جميله، كل حاجه لذيذه. خرجت منه ازاي بقى؟ بعنف. خرجت منه اللي هو انت بتاكل كل السكر اللي قدامك، كل البيتزات اللي في الدنيا، بتنتقم. كل حاجه اكلت. أيوة. كل حاجه انا اقدر عليها. ما كنتش اعرف ان انا معرض لان يجي لي سكر. انا عندي عيله بابا اولموست كلها وعيله ماما كلها عندهم السكر بدرجات غشيمه شويه. تمام. انا بعد الخروج ده مفيش مثلا اسبوعين ولا 3 اسابيع فصلي كلها ابتدت توجعني. فصلي كلها تقريبا ما عدا ريست وانكل. كل حاجه بتوجعني وجع غشيم جدا وانا عندي 19 سنه. انا عندي خشونه في الركبه بتمنعني ان انا لو في عتبه انا بفكر 9 مرات قبل ما اطلع العتبه دي. وانا شخص صحي وبتمرن وبشيل اوزان وبتاع وكده. فكانت حته انا ما كنتش عارف انا عندي ايه، وعمال اروح لدكاتره، اروح لناس سبورتس ميديسن، اروح لدكاتره عظام. دي الحته برضو اللي خلتني افهم ان السيستم اللي احنا ماشيين بيه في حاجه غلط. الناس مش بتشخص صح. فانا عمال اروح يقول لي طب اصل انت كوعك ده فيه تندنوسس، اصل انت ركبتك دي اوسيو ارثرايتس، اصل انت طب كل ده حصل ليه مره واحده في كل المفاصل مع بعض كلهم مع بعض. انا بقى طبعا انا كحد قعدت اقول طب انا حمار، اكيد المشكله فيا انا بتمرن غلط، انا زي الزفت، انا مش عارف مين، وجلد الذات بقى ومش عارف مين. كانت فتره اكتئاب بنت لذينه. انا قعدت عشان اريكفر من المرض المناعي اللي اكتشفته فربنا الهمني يعني ان هو مرض مناعي، وعملت التحاليل وهكذا. اكتشفت تقريبا قعدت سنه كامله بتعالج. قعدت بقى ممكن 3 4 شهور في البيت ما بخرجش. تمام. في الحته بقى اللي هي عمال اروح لدكاتره ومفيش اي حاجه. لما اكتشفت ان انا بقى عندي مرض مناعي ابتديت افهم هو ازاي الامراض المناعيه بتشتغل. هو ازاي جسمنا في حاجه ممكن يبقى عندك مشكله لوكال، ممكن يبقى عندك مشكله سيستماتيك، ممكن يبقى عندك مشكله في جسمك كله، حاجه جوه في السيستم مسمعه في كل حاجه تاني. فبما ان انا كان عندي اصابات كتير فكان لازم ااهل كل الاصابات دي. اوكي. فانا خدت بقى الحته الايه الصعيدي، الروت الصعيدي اللي هو ايه، هحل مشاكل. انا هحل مشاكلي بنفسي. انا بقى خلاص يا جماعه انتوا جبتوا اخركم معايا. فابتديت اتعلم مع نفسي كده واكرك اللي هو واحده واحده. ابتديت اشوف الناس دي بتشتغل ازاي، ايه هو المودرن ريهاب. ابتديت افتح عينيا على مدارك ما كانتش عندي خالص. اوكي. واحده واحده بعد بقول لك قعدت الموضوع اخد مني تقريبا 6 شهور او 8 شهور شغل عشان ارجع بفضل الله انسان عادي بيشيل وبيحط وكل حاجه والدنيا تمام. جامد. ساعتها كنت شغال وبانترفيو في جيم اسمه ساينس جيم. ده كان تاني جيم اشتغل فيه. الجيم ده يعني ليه فضل عليا يعني. اكسبوجر، مش اكسبوجر اللي هو يعني السوشيال ميديا، اكسبوجر للعيبه، اكسبوجر لنوليدج، فكر جديد يعني. كنت من الناس اللي هم بداوا هناك يعني. المكان هناك قائم على فكره السترينث اند كونديشننج او ان هو يشغل لعيبه. ودي كانت حاجه اصلا ان انا بره اهتماماتي اساسا. انا كنت بيرسونال ترينر، بعد كده بقيت مهتم شويه بالاصابات والرهاب عشان انا احل مشاكل انا. اوكي. بعدين لقيت الحته دي
ولمستها شويه. انا فاكر ان كان في واحد صاحبي كان يقعد يقول لي من زمان عبد الرحمن ما تيجي نشتغل في الكونديشننج، هو كان بيحب الكونديشننج من زمان، يقول لي ما تيجي نشتغل في الكونديشننج وبتاع، اقول له مش بتاع- حاسس اه مش حاسس ان انا قادر ريليت مع الناس يعني. مم. فلما دخلت الجيم ده خدت ساعتها كورس معروف قوي في الاحمال اسمه اكسوس، كان جولنا هنا في مصر 4 ايام. واحد بيعملوا معسكر 4 ايام كده، خبط رزق، كان في التجمع برضه، فكان مشوار ابن اللذين. اه خدت 4 ايام، كان بياخدنا من الصبح لحد بالليل. 4 ايام دعك، خدت شويه خبره عمليه حلوه جدا، وخبره الانستراكتور، انك تقابل انستراكتور تقيل اللي هو راجل اسمه جاير ده اي حد واخد اكسوس هتلاقيه شايفه يعني. اوكي. الراجل ده خطير جدا. لما انا اتعاملت معاه بيرسونالي شفت راجل وظيفته ان هو يشرح لك، يسافر بلاد حوالين العالم، يقعد يدي لك النولج اللي عنده، ويقعد قعده لذيذه ويقعد يهزر مع الناس. برضو ده عارف اللي هو نور حاجه في دماغي كده، اللي هو ايه الحلاوه دي، ايه الشغلانه الجامده قوي دي، اللي هو انت شغلانتك انك تسافر حوالين العالم تعمل حاجه انت بتحبها. جامد. فدي برضو كانت الحته اللي نورت لي حته التدريس يعني. تمام. فيمكن هي سبحان الله هي كلها مراحل، كل حاجه بتنور لك حاجه، يمكن مفيش حاجه بتنقلك نقله جذريه، ولكن كل حاجه بتنور لك فتفضل يعني انت طريقك سبحان الله ربنا كل شويه بيدي لك تيرن كده شويه، تيرن كده شويه، تيرن كده شويه، لحد ما توصل في حته يعني. بس الرباط الصليبي التوبيك دايما اللي عامل مشكله لمعظم الناس في التاهيل، وفعلا الاصابه اللي عليها عفريت وتلاقي عدد الريتيرز فيها كبير جدا. الورك شوب بتاعتنا الفتره اللي جايه هتتكلم عن مشكله في الرباط الصليبي، من اول الرينج اوف موشن لحد البلايومتريك والريتيرن تو سبورت. استنوا الورك شوب اللي جايه دي مع اس بي. لو عايزين تفاصيل اكتر ابعتوا لنا دي ام. تمام. طيب بعد الجيم التاني انت نقلت جيم تالت بقى 2021 تمام كده. ليه قررت ان انت تنقل من جيم لجيم طالما انت كنت اوريدي عامل حاجه جامده في الجيم القديم يعني؟ والله هو دايما كل مكان ليه يعني مميزات وعيوبه زي اي حاجه في الدنيا يعني. تمام. فيمكن كانت الفتره دي خلاص اللي هو حان الوقت ان انا اشوف حاجه تاني. كان ساعتها دكتور علي توخي هو اللي ماسك الريهاب في اجنيت، كلمني وقال لي بعت لي على انستجرام عبد الرحمن عايزك نقعد نتكلم ونشرب قهوه سوا ومش عارف مين. ماشي يا دكتور تعالى شرفني ونقعد نتكلم، عايزك تشتغل معايا في الريهاب. الريهاب يا دكتور يعني انا عارف ان انا فاهم شويه في التاهيل وبتاع، بس يعني ما بصنفش نفسي حد ريهاب سبيشالست يعني. تمام. فقال لي لا تعالى. فرحت. هي الدنيا هناك كانت لذيذه وانا حبيت دكتور علي، هو شخصيه جميله جدا يعني. فهو اللي شجعني حرفيا يعني. هو انا كنت شغال ريهاب، انا شغال معايا كان ممكن 80% من الناس اللي معايا اصلا مصابه، بس انا مش مسمي نفسي ريهاب سبيشالست، حد اخصائي تاهيل. تمام. بس لازال كنت محطوط في الحته دي في المكان ده شغلي يعني، ده كان شغلي مع اللعيبه يعني. انت خلي بالك الكونديشننج والريهاب قريبين من بعض قوي. انت عندك لعيبه، مفيش لعيب ربنا خلقه بيلعب اي رياضه هيعدي عليه شهر من غير ما يتوجع في اي حته، فاهم الفكره؟ تمام. فانك يعني بطبيعه شغلك في الاحمال انت بتحتاج مجموعه من الاصابات، حتى البيرسونال ترينرز بيحتاج، مفيش حد بيجي لك صح. الجيم مش بيشتكي من ركبته ولا كتافه ولا راوند شولدرز طبعا. ولا ايا كان يعني. فهي جزء متاصل في شغلانتنا، بس للاسف ما عندناش وعي قوي بيها يعني. المهم فلما رحت اجنايت لا يعني ابتديت بقى احط نفسي وابتديت احس لا ما دام انت اشتغلت هنا خلاص بقى، ما دام انت اسمك كده روح بقى يا باشا خد شهادات، روح يا باشا ذاكر، روح بقى اعرف ده. والحمد لله يعني قدرت الحمد لله يعني، حاسس ان انا وصلت لحته كويسه الحمد لله، ولكن لازال مش الحته اللي انا عايزها، لازال في دايما اكتر. مش كلام يعني مش كلام وخلاص، بس بجد حاسس ان انا لسه قدامي شوط، قطعت شوط الحمد لله، بس لسه اللي جاي يعني اللي جاي ابعد، خاصه في حته الريهاب لان هي بتبقى مسؤوليه كبيره يعني. لما معاك لعيب منتظر منه ان هو يرجع في 6 شهور ولا حاجه عشان هو عنده عقد فلوس كتير قوي، بتبقى الموضوع مش هزار اللي هو حد مسؤوليه. مش حد ركبته وجعاه مثلا ولا حاجه فاللي هو قشطه يعني، لا بالظبط. الموضوع يبقى في شويه مسؤوليه يعني. انت شايف انه امتى الوقت المناسب اللي اي شخص يقرر فيه ان هو ينتقل من مكان لمكان، او يعني ياخد قرار مثلا ان هو يغير والله يعني؟ سؤال حلو. انا ممكن اقول من خبرتي انا يعني في النهايه انا عشت حياتي انا بس يعني. لما تحس ان المكان يعني لو انت شغال في مكان اصلا مش بيكبرك، وده اماكن كتير قوي في مصر هي مش عايزه تكبرك، فانت لو حسيت ان انت في مكان مش بيكبرك بس انت بقيت خلاص وصلت لمرحله ان انت نفسيا
مش قادر تنتج، خلاص وصلت لمرحله ان انت هتبرن اوت، هيحصل لك احتراق نفسي، مش هتبقى قادر تدي. اوكي. ده ناقوس الخطر، اللي هو ابتدي بقى ادور، غير حاجه يعني، ابتدي اعمل حاجه. شوف بقى يا عم، تبدا اونلاين تريننج، تروح تاخد يعني، اعمل اي حاجه، بس ما تقعدش كده. لان للاسف شغلانتنا، اي حد شغال في مجال السيرفيس، ممرض، طبيب، اي حد شغال مع بني ادمين، في عبء نفسي عليه برضو، ان هو يعني طب لازم تبقى دايما فريش، لازم تبقى دايما موتيفيتد، لازم تبقى 100%. والراجل اللي جاي لك الساعه ساعه ونص دول ملوش ان انت تعمل كشر في وشه، هو جاي قاعده لذيذه يعني. فلو انت حاسس ان انت خلاص جبت اخرك، اعتقد ده الوقت. وما دام انت حاسس ان مكان انتقال هيحطك في حته احسن، مش بس ماديا، وانا ضد ان انت تنتقل لو انت في اول حياتك، لو انت لسه مثلا ما عندكش مسؤوليات، مش خاطب، مش متجوز، مش مخلف، حتى لو يعني في بعض الناس لو هي دخلها كويس عادي انتقل، حتى لو تاخد فلوس اقل او نفس الفلوس، بس تبقى بتوصل تتعلم اكتر في مكان بيدي ورك شوبس. بس يعني في النهايه مش المكان هو اللي بيعملك. صح. في كل مكان هتلاقي فيه مدربين كسر، وهتلاقي مدربين جامدين في كل مكان. في النهايه انت اللي بتعمل نفسك، مش المكان هو اللي بيعملك يعني. اجابه قويه جدا. حبيبي. طيب، شايف انه ايه الانديكيشن اللي خلى عبد الرحمن يختار الكارير ده؟ ايه الحاجه اللي نورت في دماغك اصلا من الاول خالص ان انت تختار الكارير ده؟ يمكن يعني في الريهاب معاناتي الشخصيه، هو ان انا اتعورت جامد، محدش عارف يساعدني. فدي كانت الحته اللي خلتني، لا انا مش عايز حد يمر بده خالص، لان دي تجربه سيئه قوي، انك تقعد مصاب كتير. دي حاجه سيئه، وحاجه من اسعد الحاجات ان انت تلاقي حد اصابته منعاه من ان هو يلعب رياضته، ومن ان هو يتحرك، وتساعده في ده، ويرجع يلعب رياضته، ولا يرجع يتحرك، ولا يلعب مع عياله، ولا اي حاجه. يعني حاجه ايه، تقشعر، اللي هو تخليك ايه، مبسوط جدا جدا انك ساعدت حد بالشكل ده. وبالنسبه للعيبه، هي غياب في الفتره اللي انا كنت ابدا فيها، هي غياب كان في ناس قليله جدا، الناس كلها على راسي، بس هي ناس كانت قليله اللي بيتكلموا، في ناس كتير قوي. ما كانش في ناس كتير قوي، يعني هي دي اللقطه، ما كانش في ناس كتير قوي في الاحمال. فانا دايما يعني انا حسيت ان انا خلاص دماغي فصلت من ان انا بس انا عايز اخلي الشخص عضلاته اكبر وينزل شويه دهون 6 باك في الساحل، ده خلاص، ده انا فصلت من ده، فصلت من الحته. يعني شايف جسمنا وربنا خلقنا نعمل حاجات كتير قوي غير ان احنا نبقى عندنا بايسبس 32 انش وخلاص. يعني في حاجات ثانيه في الحياه يعني. ده فصلت منه بدري مثلا، ده فصلت منه في 2019 مثلا لما انا اتعورت. خلاص يا عم، انا في حاجات تانية. موضوع اكبر من كده. موضوع اكبر من كده بكتير موت. يمكن هي دي اللي فصلتني، فابتديت بقى اتجه حته بقى السوشيال ميديا. هي برضو ان مفيش حد بيتكلم عن الحته بتاعت الريهاب والحته بتاعت الكونديشننج دي. فحاسس ان هو لازم حد يتكلم، وهو مش بدعي ان انا شيخ يعني، بس هو زكاة العلم نشر. يعني انت لو عندك شويه نوليدج وربنا رزقك انك بتعرف تتكلم شويه صغيرين، كلم الناس. وهو سبحان الله انا من زمان محطوط في حته ان انا اتكلم. يعني هو في اول جيم اشتغلت فيه، في وسط اليوم كده ومجمعين الناس، حد قال لي يلا عبد الرحمن كلمنا عن اكس في وسط القعده، فارتجلت فاتكلمت. فحاسس ان انا خدت برضو الحته بتاعت ان انا اتكلم مش بمزاجي، يعني انا ما ساعدتلهاش، هي جت لوحدها. هي سبحان الله، يعني يا ربنا ايه اداها لك يعني. التدريس بقى يعني بدأ امتى وازاي عرفت ان انت عندك السكيل دي؟ والله يعني زي ما بقول لك، هي سبحان الله، هي انت عندك نوليدج وانت بتذاكر فبتدرس. يعني اللي هو ايه، مش كل الناس برضو اللي عندها نوليدج بتعرف تدرس. بالظبط، هو ده اللي بسأله. يعني هي في الجيم اللي انا كنت شغال فيه، كنت انا اول حد خدت اكسوس. يعني كنا كلنا بدأنا، بس انا كنت اكتر حد ايه يعني، يمكن فاضي شويه، وكان برضو انا سني كان صغير ساعتها، فكنت مركز قوي في اللي انا بعمله يعني. فكنت اول حد خلصته. فالناس اللي هناك كانت عايزاني اساعدها ان هي تذاكر الكورس ده، فبتذاكر لهم الكورس ده مع سعر الدولار. كان ساعتها الكورس ب 30,000 مع سعر الدولار. الدنيا بقت خلاص بقى ايه، فرشحت خالص يعني. فكنت انا بشرحه للمدربين اللي بيجوا جداد، بما ان انا خلاص بقى يعني، انت كنت اول حد خلاص شرحته قبل كده، فخد اشرحه تاني يعني. تمام. فيمكن دي الحته اللي خلتني الحمد لله كسرت الحاجز ده. الحاجز بتاع اول مره تشرح بقى، يعني انت اول حد يجي لك شرحت له، يا نهار ابيض، كانت عامله ازاي بالظبط؟ بص يعني انا لحد النهارده يعني انا برضو يعني حته التوتر والحماس، انا شايف ان هما الاثنين ما تقدرش تفرقهم قوي من بعض. يعني انت لو متحمس الارت ريت بتاعك يعلى،
نفسك هيعلى، تبتدي تعرق شويه ولو انت خايف او متوتر هيحصل لك ده. فهي الساينز هي الاثنين واحده. فانا مش عارف اللي بيجي لي ده هو حماس ولا توتر، بس انا بحب اللي انا بعمله قوي وعايز اقدمه دايما على احسن شكل. فانا يعني يمكن لحد دلوقتي بيحصل لي ده لما بروح لمكان جديد ولا حاجه. وانا بدرس الحمد لله بقى لي اهو داخل على 3 سنين، فلا زال يعني درست الحمد لله عدد لا باس به من المدربين بفضل الله. بس يعني اول مره درست خالص في الجيم كان عندي مشكله، ودي مشكله اي حد ربنا يميزه بحاجه معرض قوي ان هو يقع فيها، انه يحس ان هو جامد، انه يحس ان هو عنده ايدج على اللي تحتيه، او اللي هو انت قاعد بتسمع مني اذا انا، وانا كنت عيل صغير برضه ساعتها. فانا وقعت في ده، يعني هبقى صريح معاك يعني. ف خلي بالك انا عندي دلوقتي 26 سنه. تمام. يعني انا اول مره اقول اصلا انا عندي كام سنه على السوشيال ميديا. لان الناس بتبقى دايما ايه يعني متوقعه الموضوع. انت بتدرس وبتاع ومش عارف مين ومتجوز فوق وعندك ال30 فانت كبير بقى. ايوه لا يعني الحمد لله يعني انا عشان بداتها من بدري. فلما كنت بروح ادرس في الاول لا يعني كنت الاول حاسس ان انا ايه شايف نفسي شويه. بعدين خدت شويه خبطات، مش خبطات اللي هو يعني ايه وقعت في حاجه الحمد لله، ربنا الحمد لله ما احرجنيش في اي حاجه الحمد لله. ولكن خدت ان انا شفت الناس. يعني انا كان اول ورك شوب عملتها في اجنايت كانت بره التيم بقى بتاعي. يعني انا كنت دايما بدرس الاول للتيم اللي كان موجود في ساينس. بعدين لما رحت اجنايت اول ورك شوب، يمكن الناس هتبقى سامعاني يعني ايه من اجنايت اول مره اسمع الكلام ده. اول ورك شوب عملتها لناس انا عارفهم من السوشيال ميديا، ناس كبيره وقديمه في المجال، ناس شغاله ودكاتره، وانا اصلا مش مقتنع ان انا اسمي ريهاب سبيشالست واروح اكلمهم عن ايه؟ عن الريهاب. اوكي. ما كنتش انا لوحدي، كان انا والتيم بتاع اكتوبر. فلما رحت طبعا انت اللي هو حاسس ان انا اسمها امبوستر سندروم. امبوستر ده اللي هو ان انت حاسس نفسك محتال، اللي هو انا جاي اهج بس اللي هو ايه انت اكيد اللي بتعمله ده يعني ايه اي كلام. فلما رحت معاهم واتكلمت ومش عارف مين، والناس اتبسطت والناس قالت اللي هو حلو الكلام ده، حسيت الحمد لله اللي هو ايه حاجه حلوه ان انت قادر تعمل ده. بس انا كنت بعمل كده يعني عادي. واول ورك شوب عملتها كانت مع سيدي اسمها كابتن حسام عناية. هو برضو من اول الناس اللي شجعتني على ان انا اروح بقى ايه ناس تجي لنا تدفع فلوس عشان تاخد نولج يعني. برضو اول ورك شوبس كنا بنعملها انا كنت بقعد مثلا اول ربع ساعه شفايفي ما فيهاش ميه، انا مش عارف انا اعمل ايه. بس الحاجه اللي بتحببني في التدريس في حاله كده الانسان بيوصل لها اسمها فلو ستيت. فلو ستيت دي اللي هو حاله اللي هو ايه عارف اللي هو بيرقص على المزيكا، عارف اللي هو يعني اللي هو خلاص انت مش بتفكر انت بتذيع. فالحمد لله دي الحاله دي بعرف اوصل لها وانا بدرس، اللي هو انا شغال، انا حاسس اللي انا بتكلم فيه، مش بقرا لك من حاجه، مش اللي هو مفيش عمليه عقليه بتحصل، اللي هو انا بدوس. اللي مثلا اللي بيتمرن تمرينه جامده قوي مثلا بيحس بالحاله دي. اللعيب مثلا اللي بيبقى في ماتش بيوصل للفلو ستيت، في الناس اللي هو الارتست بيوصلوا للفلو ستيت. فده من الحاجه اللي حساني اللي هو انا ربنا حطني في الحته دي عشان الحمد لله انا بعرف اعملها بشكل كويس. ف هي دي قصه التدريس. جامد جدا. في الورك شوبس بتاعتنا انت هتعرف ازاي تعمل تقييم للعميل بشكل كامل من حيث الفتنس ليفل، وانك تحدد الويك بوينت بتاعته بشكل مظبوط، واللي هنوصلها ببرنامج التدريب بتاعنا اللي مبني على تقييم سليم وبيعالج المشاكل اللي حددناها في الاسسمنت. كل ده واكتر نتعلمه في ورك شوبس اسسمنت اند بروجرام ديزاين. البودكاست بتاعك مع الكوتش. بالظبط مع الكوتش ده كان السنه اللي فاتت 2023. احكي لنا عنه بقى، يعني امتى قررت تعمل البودكاست وانت جبت ناس جامده جدا في البودكاست؟ والله برضو يمكن الحته مش عارف مش اللي هو بحاول اعمل حاجه دايما الناس محتاجاها. يعني اللي هو البودكاست ده الناس محتاجه تسمع بالعربي كلام طويل. الريلز مهما كانت قويه وانا تعبان فيها وحرقت لك فيها مجهود هي دقيقه ونص ماكس، هي دقيقه ونص هيوصل لك ايه معلومه في دقيقه ونص. صح. هي بالنسبه لي الريلز دي وسيله انتشار، واللي بياخد معلوماته من الريلز بس معلومته ناقصه موت. يعني انا عشان اخد معلومتي من ريل فانا عندي مرجعيه علميه ضخمه وعندي فلتر بيه ايه ياخده ايه لا، وبتابع حد معين او كام حد معين هو لما بيقول حاجه هو عصر لك محاضره في دقيقه بالظبط، بس لازال هو ما ادكش معلومه كامله. فانا لازم يكون عندي مثلا 90% عشان اخد الحته اللي هي ايه صح، ال 10% دي. لكن الناس مثلا لو انت في مجال مثلا البودي بيلدينج ولا ايا كان
موضوع يعني فتح جامد على السوشيال ميديا. جدا جدا. الاقي اللعيبه بتوعي مثلا بيجوا يقولوا لي كلام اصل لازم اتمرن فشل عضلي. فشل عضلي مين يا حماده؟ يعني اصل لازم اتمرن هاي فوليوم ولا مش عارف ولا اي كلام. فاللي هو ده دي حاجه حلوه عامه، انا بشجع جدا الناس تقدم محتوى. بس يعني كان لازم نبقى ما ينفعش ريلز لوحدها، ما ينفعش تعتمد على الريلز لوحدها انك تاخد مصدر معلومه يعني. فده كان هدف البودكاست، ان انت كانها محاضره او كانها كلام او كانها معلومه كامله بشكل ما تقعد تسمعها. بقى في بودكاست عندي مثلا حاجات 20 دقيقه لحد ساعتين، ففي بقى كلام كبير، والناس كلها هي ناس انا شايف ومقتنع ان الناس دي عندها حاجه تقولها فعلا، قادره تغير حياه حد او قادره تساعد حد فعلا. اوكي. فده كان الهدف من البودكاست، تجيب الناس دي. انا ربنا الحمد لله اداني بلاتفورم كويسه توصل لناس، فحياه الناس دي توصل كمان كلامها. في ناس اكبر مني طبعا بستضيفها، في ناس ما عندهاش نفس الوصول على السوشيال ميديا، بس كل الناس اللي جبتها الحمد لله عندها حاجه تقدمها او قصه ملهمه او حاجه فعلا انت لما تسمعها تفرق معاك. فهي دي هو ده اللي بسألك فيه برضو، اشمعنى قررت انك تجيب ناس انت هدفك الاساسي ان انت توصل معلومه؟ كان ممكن عبد الرحمن اللي يوصلها، اشمعنى جمعت الناس دي كلها وقررت ان هم يوصلوا معاك المسج؟ انا بقالي سنه قبل البودكاست بشويه صغيرين انا كنت وان مان ارمي، انا اللي بصور وانا اللي بادت وانا اللي بمنتج وانا اللي بسكريبت وانا اللي بعمل، ما عنديش اسيستنتس، انا شغال ايه كل حاجه انا، عشان ما كانش بيجي لي فلوس كتير عشان اعين الناس، وكنت عيل صغير. يعني انت عندك انت قدامك انت وانت صغير عندك ايه شويه شعله جواك وشويه وقت، انت بتدفع بدول يعني بتدفع بمجهود يعني اللي هو تدخل بمجهود في المشروع يعني. فلما لقيت ان انا خلاص لا انا عايز الناس يعني كده ما ينفعش ابقى متصدر المشهد في كل حاجه، اللي هو الوان مان ارمي ده ما بتشتغلش. هو في مقوله كده بتقول لك you can go faster alone but you will go further together. يعني ايه؟ يعني انت لو لوحدك ممكن تروح اسرع، توصل اسرع، بدل ما اقعد ارفع سماعه التليفون على ده وتعالى نعمل، انا يا عم اقعد افتح الكاميرا حتى منتجتها اسهل وخلاص اتكلم لوحدي وادي معلومه جميله وكل حاجه. بس انت عشان تروح بعيد ما ينفعش تشتغل لوحدك. يعني مش شايف انها حاجه صحيه. يعني انا شايف ان هو ممكن وجهه نظري دلوقتي يعني، بس انا شايف ان هو هي الشركه دي مفيش اي شركه ناجحه مش قائمه على شخص واحد. هي دايما لازم يبقى في مجموع ناس كده بتشتغل مع بعضها، صح؟ فده بيوصلك لحاجه. وكمان انا بستمتع بالناس اللي انا بتكلم معاها، يعني انا بحب اتكلم مع الناس دي. في ناس انا بقعد اسئله انا اللي عايز اعرفها يعني مش يعني ممكن يكون في 4 عايزين يعرفوا البتاعه دي غيري، بس صح. انا عايز اعرفها. في اسئله مهمه جدا بسالها، بس انا في دايما بيبقى في مثلا في سؤال او 2 انا اللي عايز اعرف او عايز اعرف وجهه نظرك او ايا كان. يعني انا بعمل كده معاك دلوقتي. ايوه حبيبي. لا انا اول مره استضاف في البودكاست، دايما انا اللي بعمل بقى، فدي تجربه جديده عليا. طيب عايزين نعرف اكتر مرحله انتقاليه انت فاكرها يعني بتفتكرها دايما ان هي ابرز مرحله انتقاليه في حياتك انت؟ هي ثانويه عامه. وش مرحله اتخاذ القرار. انا في ثانويه عامه لما فشلت، لما خلاص بقى اللي هو حسيت ان انا ماليش لازمه، انا فعلا ما كانش ليا لازمه. يعني انا فعلا ما كانش عندي اي هدف في حياتي، وكنت من العيال اللي هي اما تخش كليه تعمل ايه يا عم، ما كلها واحد فيكس. مش عندي اي اهداف فعلا، ما كنتش مخطط بالليل، مش مخطط لبكره. اوكي. فلما حسيت ان انا لا انا اهلي ابتدوا يبصوا لي بطريقه مش كويسه قوي، حسيت ان انا برضو كان اهلي دايما زي اغلب الاهل المصريين، يا ابني قوم ذاكر، يا ابني قوم اشتغل، يا ابني شوف مستقبل، يا ابني شوف مش عارف. فهم دايما كانوا هم اللي بيزقوك، انت مش بتزق نفسك. تمام. انت اتعودت ان في حد بيصحيك من النوم ويقول لك خد روح اعمل، فانت ما كنتش من جواك انت صانع القرار. انت دايما في حد بيزقك، فانت دايما مستني حد لما تكبر، مستني حد برضه هو اللي يجي يزقك. فلما حسيت ان اهلي بطلوا يزقوني ورموا طوبتي، حسيت ان هو لا انا شلت المسؤوليه، انا مسؤول دلوقتي من نفسي، قدام نفسي، قدام ربنا. كنتش بصلي الحمد لله. كان علاقتي باهلي مش كويسه طبعا بسبب اللي انا فيه ده. لا حسيت ان انا مسؤول قدام اهلي اللي تعبوا وربوا وصرفوا عشان اطلع انسان، وما كنتش بني ادم اصلا. فاللي هو حاسس ان هو انا لازم بقى ارد لهم الحته دي. فالحمد لله يعني انا بفضل الله يعني معتمد على نفسي ماديا من وانا مثلا في
تانية كليه وشغال مثلا من وانا في ثانويه عامه. فالحمد لله يعني حاسس ان انا قدرت اعمل ده يعني. والحمد لله اهلي لما بيتكلم معاهم دلوقتي لا انت عملت مش عارف إيه. فبحس برضو انا عمري لما بعمل اي انجاز قدام نفسي بحس ان انا جامد. لازم اروح احكي لواحد صاحبي او احكي لاهلي فهو اللي ما شاء الله عليك انت جامد ولا انت مش عارف ايه، ولا هو يعني هو لما اشوف فرحته بيا في عينه ده اللي بيحسسني فعلا ان انا عملت حاجه حلوه الحمد لله. جامد. طيب عايزين نعرف اكتر حد بيدعمك بقى في الحياه عامه. يعني از كليشيه زي ما هي كليشيه بس هي مراتي طبعا. اكتر حد مطلع عينه يعني. اي حد يعني مرتبط، اي حد متجوز او خاطب او ايا كان بيشتغل كتير ففي دايما حد بيهندل له بقى بقيه اصل انت مش يعني مش هتطبخ وتنظف وتعمل وتذاكر فهو دايما بيبقى في حد شايل عنك بقى ايه بقيه الهيدك ده. فطبعا اكبر حد داعم ليا يعني هي يليها طبعا. انا ربنا كرمني باصحاب جمال جدا يعني. صحابي دول كلهم شفت انا بحكي لك انا كنت عامل ازاي. كنت في طرنش خالص، احنا كلنا كنا في الطرنشات سوا. اوكي. وسبحان الله كلكم فوقتوا سوا. كلنا فوقنا يعني. دي حاجه غريبه جدا يعني. اللي هو انا اللي بقعد معاهم هو انت ازاي بني ادمين يا ابني انت اهو. اللي هو احنا كلنا كنا ما عندناش اهداف بس هو سبحان الله كل ما حد فينا ياخد خطوه صح التاني يقول طب ما يلا والتاني يشجعه. يعني انا اصحابي مثلا من هم عندهم 19 سنه ولا حاجه اللهم بارك مثلا 19 سنه ده اللي هو مثلا من 7 سنين ولا من 8 سنين اللي بيقبض 20,000 ولا بيقبض 15,000 وهو لسه عيل صغير يعني ما شاء الله. فاللي هو ايه كنا بنعمل يعني العيال كانت كويسه ما شاء الله. فلما ده يفوق ويلاقي ان صاحبه هو فين صحابي يا عم ده شغال طب ما اشوف لي شغلانه طب ما اشوف لي انترفيو طب ما تيجي نقعد نذاكر. كنا بنبراكتس انجلش سوا مثلا اللي كان الانجلش بتاعه ضعيف كنا نقعد على القهوه نتكلم انجليزي لفتره مثلا شهر ولا حاجه. الشهر ده خرج الناس صحابنا كتير شغالين في شركات كبيره دلوقتي الحمد لله في الماركتنج وشغالين في التيلي سيلز وشغالين في شركات كبيره يعني بيقبضوا فلوس جامده جدا ما شاء الله من واحنا يعني صغيرين. فدي حاجه هم برضو من اكتر الناس الداعمين ليا يعني. وطبعا ابويا وامي يعني هي الموضوع يعني هو سبحان الله يعني هي البيئه دايما البيئه بتاعتي كانت الحمد لله كانت كويسه. في فتره كنت انا الشخص السيء في البيئه دي والبيئه كان فيها مشاكل يعني. انا مش تعليم لغات انا تعليم حكومه عادي خالص بس الحمد لله لما انت تقرر تعمل حاجه ربنا بيفتح لك الطريق. عايزين نعرف كوت اثرت فيك كوت سمعتها وماشي بيها. في واحده كاتبها على فيسبوك من زمان بس كل فتره دماغي بتتغير يعني. في كوت انا كنت كاتبها زمان وفي كوت انا كاتبها في اول السنه دي عنوان السنه بتاعتي. تمام. الكوت اللي انا كاتبها زمان احاول افتكرها كاتبها على فيسبوك هي بما معناها الشخص اللي عنده واي the man who has a why can beat almost anyhow. يعني الشخص اللي عنده ليه الشخص اللي عنده هدف اي طريقه هيسلك فيها. لو انت عندك الواي جواك انت عارف تعمل ايه ليه اي طريقه بقى هتسلك فيها. عنوان السنه دي بقى ده هي هي اسمها عشوائيه ممنهجه يعني اللي هو ده عنوان حياتي. انا شخص عشوائي موت يعني بس سبحان الله ايه عندي شويه سيستم كده مخليني ماشي يعني. هي الحته بتاعت اورجنايزد كاوس ان انت يبقى عندك الدنيا عندنا انت وانت ماشي على الطريق ده بيكسر عليك وده مش عارف مين وده مجنون وده كده في التليفون بس كلنا ماشيين. اوكي. فهي الحته بتاعت الاورجنايزد كاوس دي هي الكلمه بتاعت السنه دي. جامد. النهارده الحلقه سبونسرد باي هود. احنا بس عايزين نعمل تيست كده لحاجه كده جامده. الحمد لله ان الطعم شغال النهارده. انا عيان النهارده بس استقبلت الطعم شغال الحمد لله. احنا لحقناك في الاول عامه. ايوه اول عيان خالص. انا لسه هجرب التيست معاك برضه. يلا بينا. بسم الله. فانيلا ده لوتس. لذيذ. دي على فانيلا شويه بس في لما قلت لي لوتس ايوه بالظبط. طعمها حلو مش تك يعني. مع ان هي كونسنتريتد. صح. جميله لذيذه.
الورك شوب بتاعتنا نيوتريشن فور هيلث اند بيرفورمانس عشان تعرف ازاي تشتغل مع كل عميل وتوصله لاحسن نتيجه، وابعت لنا مسج عشان تعرف تفاصيل اكتر عن الورك شوب بتاعتنا. طيب عايزين نعرف قدوتك في الحياه، مش شرط يكون في الفيلد، ممكن يكون في الحياه عامه. اسئله كبيره قوي. تحضر شويه اسئله. هو انا صغير يعني ما كانش عندي قدوه، دي مشكله، كده كده دي كانت مشكله. بالحكايه اللي انت حكيتها لي كده كده. يعني ابويا ربنا يديه الصحه، يعني انت برضو بتفهم قيمه ابوك واللي هو بيعمله لما تكبر. وانت صغير شايف واحد مسؤول في الشغل طول اليوم، في ربنا معاك يعني. فاللي هو لكن لما تكبر تفهم لا هو الراجل ده شال كتير ومطحون ومش عارف مين. بس وانا صغير ما كانش عندي الحد اللي وصله قوي. ما اقدرش اقول لك ان انا عندي قدوه حاليا، بس انا في ناس بتبع خطاها في بعض الحاجات. يعني انا دايما في ناس بشوفهم بيعملوا ايه. يعني مثلا انا عندي في الفتنس مثلا في حد ببص له الراجل ده جامد. في حد مثلا في الحياه وفي اللي هو وصل له في الراجل ده يعني. ففي دايما كل ناس حته انا بتعلم منها حاجات او ببص لها ما شاء الله انا عايز ابقى زي الراجل ده هنا. بس ما فيش حد ببص له اللي هو انا عايز ابقى كده. يعني مش حاسس، مش عارف دي حاجه صح ولا غلط، بس يعني it is what it is، يعني هي كده يعني. بس ما فيش حد ببص له قوي. يمكن ده اللي خلاني عايز ابقى انا بعمل حاجه. يمكن ده اللي كان الدافع، ان انت عايز تعمل حاجه لان انت ما كانش في حد قوي بتبص له. ولما بلاقي مثلا حد صغير في السن بيقول لي يا قدوه ولا مش عارف مين ولا ايه، كان في كومنتات ولا في رساله، الموضوع بيديني يعني حاجه كبيره قوي. لان هو احنا دايما بندور على الحاجات اللي احنا ما خدناش. بالظبط. يعني اللي هو انت حد ما لقاش مثلا حنان الاب مثلا فيروح ولا ما لقاش حنان الام مثلا فدور على واحده يتجوزها تبقى حنينه وبتطبخ مثلا يعني. فكده يعني فيمكن هو ده. تمام. شويه اسئله ايه برضه في الحياه عامه. اصعب تشالنج بقى في كل الكلام ده اللي انا بمر بيه حاليا هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تشالنج. السوشيال ميديا لو انا طلعت قلت حاجه غلط مش ناس كتير تبقى عندها الجرأه ان تيجي تنتقدني برضه. يعني انا دلوقتي بقى في حته هي حاجه حلوه، هي كل حاجه ليها مميزات وعيوبها، ودي حاجه جميله جدا. انت عندك السوشيال ميديا الحمد لله وعندك ناس بتتابعك وعندك ناس تتفرج وكل حاجه. بس اخاف ان انا ابقى غلط ومحدش يجي يقول لي انت غلط والناس تمشي ورايا في الغلط. فده تشالنج ان انا اجي انزل ريل مثلا انا بقعد اعصر دماغي هو الريل ده ممكن يتفهم غلط ولا لا. لان طبعا بتبقى جزء من محاضره 4-5 ساعات انزلك لك منها دقيقه هتفهم ايه يعني. اكيد وبتركيبه السوشيال ميديا اللي هو الهوك والمش عارف الكلام ده كله يعني. فانت بتبقى محتاج توصل وفي نفس الوقت تحافظ على المعلومه. انا بقعد مثلا عشان انزل، يعني انا لو رحت صورت، يعني انا كتبت سكريبت هياخد مني ربع ساعه، دخلت صورته خد مني ربع ساعه، دخلت منتجه خد مني ربع ساعه، فان انا انزله مثلا احط كابشن ساعه، فساعه عشان انزل فيديو يا عم جامد والفيديو ده بيبرفورم حلو وكل حاجه. عشان انزل فيديو محاضره ده بياخد مني كتير، بياخد مني منتال افورت ان انا اقعد اختار هي الحته دي طب هتتفهم، طب اخد حته من هنا على حته عشان يبقى الراجل فاهم. هي دي بالنسبه لي دايما حته كده ايه متعبه شويه. بحاول ما اخليهاش تبقى متعبه موت عشان ما تبقاش صعبه عليا فما اعملهاش. بس يعني ساعات بتصيب وساعات مش هقول بتخيب يعني، بس ساعات ما تبقاش زي ما انا عايز. يعني في ريلز مثلا بتنزل بحس ان هي لا هي فرقت مع الناس الحمد لله. مثلا الحته اخر حاجه نزلتها محاضره او تويند فايرل يعني الحته بتاعت مثلا الطاقه الارتداديه الالاستيك انرجي وبتاع. في ناس مش فاهمه انا بقول ايه. اوكي. بس هو برضه بقول لنفسي هو عمر ما كل الناس تفهم انت عايز تقول ايه. يعني اصل ده في مليون ولا 2 مليون بني ادم شافوه. اكيد ال 2 مليون بني ادم اللي شافوه مش كلهم عندهم نفس الاي كيو، الاثنين مش عندهم نفس الاكسبوجر للرياضه، الناس كلها مش زي بعضها. فاكيد في ناس يعني فاس تقول لك يا عم عصعص مين اللي ده ما شفتش يا عم. انا بكلمك عن حته قد كده، بص هنا انا بكلمك عن دي، ما تقوليش اصل ما حماده يا عم ربنا يعينه ده فيديو دقيقه. ففي ناس برضو
بتخلي ده يحبطها، اللي هو ما بيقدمش محتوى على السوشيال ميديا عشان هو عايز يقول كل حاجه في دقيقه فما بتجيش. فهي اوكي. يمكن تشالنج السوشيال ميديا دلوقتي هو الاكتر حاجه ايه مخلياني تعباني شويه يعني، بس شغالين اهو الحمد لله. الحمد لله. اكبر درس اتعلمته؟ انت عمال تديني في شويه اسئله. اللهم صل على النبي. كل مرحله فعلا فيها حاجه، بس هو يعني يمكن حته الفتره اللي فاتت، يعني لو هتكلم عن السنه اللي فاتت يعني معرفش ده اكبر درس ولا لا، بس يعني اقرب درس يعني هي حته ان انت ما ينفعش تبقى بتاع كل حاجه. دي حاجه من الحاجات برضو اللي انا اتعلمتها. ما ينفعش تبقى وان مان ارمي، ما ينفعش تبقى بتعمل كل حاجه، ما ينفعش تبقى بتاع كل حاجه. اوكي. يعني ما ينفعش تبقى انت بتاع تاهيل واحمال وبادي ريكومبوزيشن وبتفهم في كور وبتفهم. ما ينفعش تبقى حتى لو انت بتفهم في كل ده، ما ينفعش تبقى بتاع ده. لازم تركز، لازم تبقى جنرالست الاول، لازم تبقى شخص عمومي تفهم في كل حاجه، زي مثلا طب ما بيدرسوا وبياخدوا الاول مش عارف كام 4 سنين ولا حاجه على وبعدين بيتخصصوا. فانت لازم تبقى جنرالست تفهم في كل حاجه عشان بعد كده تعرف تبقى جامد قوي في كام حاجه كده. يمكن ده من الحاجات برضو اللي فرقت لي لما عرفتها وفهمتها، يعني ان هو بتاع كل حاجه ده ما حدش بيبقى فاهم هو بيعمل ايه. يعني انت لو بتاع كل حاجه انا هيبقى عندك شمع على مغربي والناس كلها بتتابعك، ما حدش برضو فاهم انت بتقدم ايه. يمكن دي من الحاجات اللي حاسس ان في اجابه اعمق شويه، بس لا مش حاجه على بالي. اجابه جامده جدا والله. حبيبي. طيب التشالنج بتاع الاستمراريه بقى. يا ساتر يا رب. يعني شايف انه حياتك ممكن تتضرب كمثال على موضوع الاستمراريه ده؟ انا لا مش اي حد صاحبي هيتفرج على البتاع ده هيعرف ان هو انت بتجاملني. لا يعني اقصد انه ايه، من نقطه ايه لحد دلوقتي انت شغال في نفس الفيلد، مركز على مثلا تارجت معين عايز توصل له. الحمد لله. فهو ده اللي بتكلم فيه، انه الاستمرار في حد ذاته تشالنج يعني. بص هو انا مش حاسس ان انا اخر شخص ممكن يدي نصايح في الاستمراريه. أوكي. بس يعني هو انا في ميزه وعيب، هي نفس الحاجه ميزه وعيب. انا ما بعرفش اعمل حاجه اللي انا مقتنع بيها قوي. يعني انت يعني انا عشان كده مش بذاكر في ثانويه عامه. في ناس كتير بتذاكر وهي مش عارفه عايزه تخش ايه، يعني في ناس تقعد تذاكر وتجيب طب وهو مش عايز يخش طب، بس هو ذاكرت جبت مجموع دخلت طب، يعني هي بسيطه جدا. فانا ما انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، مش هعمل حاجه. فانا عارف ان انا عايز اعمل 1 2 3، فانا اعمل 1 2 3 4 دي بقى يعني ربنا يعيننا بقى. اوكي. بس ده معناه ان انت اول لما عرفت انت عايز تعمل ايه دوست بنزين. الحمد لله. وهي ان انت برضو تخلق لنفسك بيئه، انك تبقى يعني دي 101 اللي هو ابجديات انك تبقى عندك استمراريه في اي حاجه، انك تعمل لنفسك بيئه وسيستم، وهتاخد منك تجارب كتير موت. يعني انا كنت الاول ماشيها ورقه وقلم قوي، كنت بقعد حرفيا عشان اعلم نفسي. انا من شخص اسمها ايه بالعربي بيسوف، اللي هو بروكراستينيتور، اللي هو من شخص ما بيعملش اي حاجه في يومه، كل حاجه السنه الجايه بكره عشان اقعد انتج. انا كنت بقعد في البيت طول اليوم اقفل على نفسي الباب عشان انتج نص ساعه في اليوم. ده كده انا عاصر نفسيتي وجسمي وكل او بهرش عشان اطلع بنص ساعه انتاج. واحده نص بقت ساعه الا ربع، بقت ساعه، بقت ساعتين، بقت 3. في فترات انا الحمد لله كنت طول، يعني لما انا كنت بدرس وبشتغل، انت بتذاكر، بتروح الجامعه، بتشتغل، تروح البيت، تخلص الشغل اللي وراك. فاللي هو كانت دايما ايه، هي انت بتتحط في المدعكه، فانت لازم تشتغل بقى. فهي خلاص يا تشتغل يا تتكل على الله يعني. اوكي. بس هي عشوائيه ممنهجه في النهايه. يعني هي فيها قدر كبير من العشوائيه. يعني انا ما عنديش سيستم على السوشيال ميديا مثلا بقالي كتير قوي، ما عنديش سيستم. يعني في ناس فاكره اللي هو انا عندي، في ناس بتساعدني طبعا كتير، في ناس بتعمل لي اديتنج، في ناس بترد على رسائل، في ناس ساعدتني في السوشيال ميديا في البلاننج وفي اسمها ايه، في الاستراتيجي بتاع السوشيال ميديا. بس لازال في قدر كبير من العشوائيه بنزل لما ببقى قادر انزل، عارف اللي هو ايه. اوكي. بس انت مثلا عندك ليفل ما بتحاول ما تقعش عنه. يعني انت بتحط ايه، يعني جنه ونار. يعني اللي هو ايه، اجمد حاجه ممكن تعملها 5 مرات في الاسبوع، ايه اقل حاجه تعملها اسبوعين، مرتين في الاسبوع. في الغالب كلنا هنقع اللي هو ايه، يعني انت مرتين للاقل حاجه تقدر بيها. اغلبنا يعني في كود كده بتاعت واحد اسمه اليكس هرموزي لو انا فاكر، اللي هو انت مش بتروح لاعلى حاجه انت عايزها، انت
بتبقى في اقل حاجه انت راضي بيها. يعني انت مثلا بالنسبه لك اقل حاجه ترضى بيها ان انت تبقى جامد، تبقى جامد، دي اقل حاجه ترضى بيها، فاهم الفكره؟ لكن لو انت اقل حاجه ترضى بيها ان اشتغل زي ما تيجي قعدنا في البيت اشتغلنا، مش هتيجي هترسى على كده يعني، هي دي اللقطه. فانت مش تبقى باجمد حاجه انت عايزها، انت تبقى اقل حاجه ترضى بيها. تمام. في الورك شوب بتاعتنا هنتعلم ازاي نعمل بروجرام ديزاين للكلاس بتاعي، وايه الكونسيدريشنز اللي اخدها في اعتباري وانا بعمل الكلاس، وهنتعلم مع بعض ازاي نبني شخصيه انستراكتور ناجح، وايه هي اهم صفاته، واشهر الادوات والتمارين اللي اقدر احطها في الكلاس بتاعي، وازاي اتجنب الاصابات اللي ممكن تحصل اثناء الكلاس، وحاجات تانية كتير جدا هنتعلمها سوا في الورك شوب دي. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر ابعت لنا مسج دلوقتي على البيج. اسعد لحظه في حياتك يا عبد الرحمن؟ محتاجه شويه تفكير دي. في حياتك كلها برضه، مش في الفيلد تحديدا. بس خلي بالك انا حياتي الفيلد يعني انا متوحد شويتين يعني، اللي هو انا بعمل كل اللي انا بعمله له علاقه بالفتنس على طول يعني. اللهم صل على النبي. اعتقد هي هتبقى حاجه مرتبطه بجوازي وبابني. دي اكتر حاجه، دي اكتر لحظات سعيده يعني، لما ابنك يقول لك يا بابا، احسن من فيديو يجيب 100 مليون فاهم الفكره؟ فيعني في حاجات كده برضو يعني في عصرنا كده القيم دي ابتدت تندثر، اللي هو خلاص بقى انت ايه، اتجوز عند 35 يا عم لما تبقى فايق، لما يبقى معاك 10 مليون جنيه في البنك ولا انت مش عارف. بس يعني الحاجات دي كلها زائله يعني. انت ممكن بكره اكونت سوشيال ميديا تقفل بخ، انت ممكن بكره الجيم يولع اللي انت شغال بخ خلاص. لكن الحاجات دي والحاجات دي برضو مش ربنا دي اللي هيسالك عنها يعني، مش دي الحاجات اللي انت قدام ربنا يقول لك انت كان عندك كذا فهو ده اللي دخلك الجنه يعني، ولا هو ده اللي يعمل ده. فلا يعني لا، اعتقد الحاجات اللي سببت لي سعاده هي الحاجات اللي مرتبطه ببيتي، مش حاجات يعني الحاجات اللي مرتبطه دايما بالفتنس هي سعاده زي ما كنت بقول لك، لما الاقي حد انا بحبه مبسوط بيا، ده اللي بيبسطني. انا نفسي ما بعرفش احتفل باي حاجه يعني. انا لما جبت رقم كبير على السوشيال ميديا، ولا لما دخلت جيم جديد، ولا لما عملت اول ورك شوب، ولا لما عملت اول ورك شوب كملت العدد بتاعها، ولا لما عملت اي انجاز في حياتي، جامد عاش يلا خش نام بقى ما كانش بس بحس باي حاجه. اصحابي مثلا يقولوا لي يا ابني عايزين نجيب لك تورته مش عارف مين، ماما تقول لي يا ابني ما شاء الله عليك وتدعي لي دعوه. ايه الحاجات دي اللي بتحس ان انا فرحان، غير كده مش انا مش الحاجات دي ما اللي تعرفش تقيم نفسك او تحط. انا بعرف اقيم نفسي حلو قوي. تمام. لا انا اعرف اقيم نفسي حلو قوي يعني، انا عارف الناس فين وانا فين الحمد لله. تمام. يعني انا عارف ايه مشاكلي وايه عيوبي، ايه مشاكلي وايه مميزاتي بنسبه كويسه، وبعرف اقارن نفسي، بعرف انا فين من الدنيا الحمد لله. بس ده لا يعني برضو ان انا لما اعرف ان انا عملت حاجه هتحسسني ان انا هي زي ما جبت عربيه جديده، الف مبروك، شهر هتقعد دريفت وتعمل خلاص بقت عربيه قديمه مش اسمها عربيه جديده يعني. بس فمش دي الحاجات اللي بتحسسك ان انت جامد يعني. اوكي طيب، عايزك برضو تنصح الشباب اللي بيواجهوا دلوقتي ضعف الامكانيات، المشاكل طبعا اللي بتقابل اي حد لسه بيستارت وكده، يبقى شايف الدنيا صعبه يعني. بص هي دي، في ناس لما بتقول كده بتتهاجم، بس انا مقتنع بده 100%. مصر فيها كميه امكانيات وكميه بوتنشال، او اللي هو ايه، فيها حاجات كتير تتعمل. الناس فاكره ان بره ده جمدان، كل المدربين عايزه تسافر دبي والسعوديه تشتغل بره في امريكا. هي مش كده، هي بلدك، سيبك من بلدك عشان انا مش وطني برضو يعني، اللي هو عشان ما تفهمش ان انا ايه اللي هو ايه يلا تحيا مصر 9 مرات وكده، مش انا قوي يعني. بس اللي هو ايه، هكلمك بيزنس بحت. مصر سوق الامكانيات فيه قليله، والطموح فيه قليل، والناس اللي بتشتغل قليله. فانت لو عندك شويه طموح بربع جنيه امكانيات وب3 جنيه ناشفين شغل هتوصل يعني. انت لو انت معتمد على ان انت هتخرج من الجامعه، انت خريج كليه تجاره وانت خدت الجامعه بتاعتك فين يا جماعه، سوق العمل ما فتحليش ليه، ما عمليش كده جنب الحاجه، مش توصل لحاجه. لكن لو انت رحت فعلا يعني اللي هو ب3 جنيه شغل، اللي هو كل يوم ربع ساعه، كل يوم ربع ساعه طور نفسك بيها، هتوصل لحتت محدش بيوصل لها. لان في مصر احنا شعب للاسف
همدان ومحبط. هو ما بلومش يعني، اللي هو للاسف في الجو العام محبط. بس انا بقول لك يا عم انا عندي 26 سنه، انا مش شخص يعني مش شخص ماني دريفن، مش شخص بيعمل حاجه عشان عايز يعمل فلوس، مش ده اهدافي. بس يعني انا الحمد لله عرفت اوصل لحاجه كويسه، وغيري ناس كتير موت في الفتنس وبره الفتنس وهكذا. بقول لك صحابي كلهم تعليم حكومه، 19 سنه كان بيعمل ارقام كويسه، ما بالك بقى دلوقتي. ف لا، في بوتنشال رهيب. كل الناس دي اشتغلت على نفسها قد ايه بجد؟ قد كده والله. يعني هو الناس دي ما اللي هو الطريق مش صعب زي ما انت فاكر، بس هي شويه حاجات تتراكم. ان انت يعني مثلا ايه اللي بيخلي المدرب ناجح؟ مش ان هو يبقى فورمه بس، ان هو يبقى عنده فورمه لا باس بها، ان هو بيعرف يتكلم شويه، يبقى عنده شويه سوشيال ميديا، شكله يعني بيعرف يدرب، عنده علم، شويه حاجات كده. انت لو عندك اتنين من 10 في كل حاجه ملمومه يعني، فاهم؟ بقى عندك 10 نقط. فهي الناس محبطه وبتدي لنفسها عذر اللي هو ايه، خربانه يعني. بس هي لا، البلد فيها بوتنشال رهيب. عايز تسافر سافر، ما بقولكش ان السفر وحش، هتعمل فلوس اكتر، بس مش بالضروره هتكبر، مش بالضروره هتتطور. ولو حصل اي مشكله زي مثلا ما احنا عارفين من كام سنه لما مثلا الخليج نزل ناس من بره، الناس دي اغلبها اتعذب. انت ضامن ان انت يبقى عندك يعني، انت لو معتمد على فلوس بس هي اللي تمشيك، ما فلوس ممكن قفلت وانت عندك 40 سنه ولا 50 سنه وانت ما بتعرفش تعمل حاجه. الناس اللي شغاله في جيمات بره، والله من غير اي اوفنس انا بقول كده اخويا، بس انت علمك ما اتطورش من 2008 وشغال بقالك 20 سنه في الخليج. فاكر لو الجيم قفل ولا انت اتخانقت ولا اي حاجه في جيم يرضى عينك؟ مفيش جيم يرضى عينك، لان انت ما اتطورتش، ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تتعامل، ما بتعرفش تعمل اي حاجه. انت تصرف فلوس كتير مقارنه بالعمله بتاعتنا، بس لو حصل اي مشكله هتدشمل. فهي دايما انك تطور من نفسك، ومش تطور من نفسك نولج بس، انك تطور من نفسك. احنا شعب برضه ما بيعرفش يتكلم يعني، ما بيعرفش يعني مثلا حد اتاخر عليك مثلا ما بيقولكش انا اسف، حد كسر عليك، عارف اللي هو ايه. احنا كشعب برضه ما بيعرفش يتكلم، او ما عندوش اللي هو، في ناس عندها سوشيال سكيلز كويسه، بس بشكل عام بحس الناس ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تسال اسئله، ما بتعرفش تعبر كويس. فالناس لو طورت المهارات دي واشتغلت على نفسها فعلا ب 3 جنيه كل جنيه لوحده يعني اللي هو لا، هيقدروا يوصلوا لحاجات جامده باذن الله. البلد مش سيئه زي ما انت فاكر، وبره مش جامد زي ما انت فاكر. واسال الناس اللي وصلت هنا، واسال الناس اللي شغاله بره بس. اوكي، حلو قوي. طيب احنا كده يعتبر خلصنا. لو في حاجه برضو حابب تضيفها. انا لا، ما شاء الله انت عمال تديني شويه اسئله ما شاء الله عليك حبيبي. انا سعيد جدا بالحلقه. انا اسعد والله يا حبيبي، ربنا يبارك لك. تسلم لي على الاستضافه الجميله دي. الله يكرمك حبيبي.